حلقة اليوم بعنوان حسام أخذ نقطة وجاب للأهلي النقطة. مباراة رائعة لعبها النادي المصري تحت قيادة المدرب الواعي الفاهم الكابتن حسام حسن. لعب النهاردة المصري بخطة بحيث وازن الدفاع بالهجوم، وساعده في كده دغموم اللي عمل مباراة النهارده رائعة. النهارده كان ورقة مفتاح لعب جميلة جدا، والاهلي ما قدرش ان هو يوقف اللاعب دغموم، وقدر المصري النهارده يقدم مباراة كبيرة، وكان في امكانه يفوز النهارده على النادي الاهلي. كذا فرصة النهارده لو كان المصري خطفها كان فوزنا على النادي الاهلي. انما نقدر نقول برضو للنادي المصري مبروك على نقطة مش وحشة من النادي الأهلي، والنقطة دي جننت جماهير النادي الأهلي. كان نفسهم يفوزوا النهاردة المباراة بأي طريقة، حتى في آخر المباراة لعيبة الأهلي وجهازه الفني خرجوا عن شعورهم بالكامل، تخلوا عن الروح الرياضية. إنما النهاردة حسام حسن أدار المباراة بحكمة، وقدر إن هو يغلق مفاتيح النادي الأهلي، وقدر يلعب بطريقه جيده يوازن ما بين الهجوم والدفاع. فبنقول النهارده مبروك لجمهور النادي المصري. هو صحيح كان نفسنا النهارده نفوز، بس مش مشكله، نقطه كويسه من النادي الاهلي. يعني النقطه دي خلتهم بصراحه فاقدين توازنهم، فاحنا بنقول مبروك للنادي المصري، وباذن الله المباراه القادمه مع حسام حسن هتشوف مصر جديد جدا جدا. النهارده برضو ما ننساش نشكر جاد، النهارده تألق في كذا كوره وعمل مباراه رائعه. اغلب النهارده لعيبه المصري بصراحه، وعمرو موسى عامل مباراه كبيره. فمبروك للنادي المصري، نقدر نقول النقطه احسن من ما فيش على النادي الاهلي، الفرقه العنيده اللي هي بطله الدوري. حبيبي كمان. فألف مبروك، ومبروك لجمهور النادي المصري، ومزيد من الانتصارات في المباراة القادمة بإذن الله.